بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الخلق وخاتم الرسل أجمعين. في ظل التطورات بتاعة المجتمع المصري وظاهرة الغلاء منقطع النظير، واللي لسه في كتير جاي، والناس كلها عمالة تطلع بتتكلم ان الحكومة ورئيس الجمهورية ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. النهاردة انا مش طالع انتقد واحط حلول. في أسئلة أتمنى المجتمع يسألها للخبراء والعلماء بتوعنا، لأن صدقوني تقوى الله هي أساس البركة في الرزق وفي الصحة وفي العمر وفي كل شيء. وخلونا نعترف إن مجتمعنا دلوقتي إلا من رحم ربي أبعد ما يكون عن كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وما دام قلنا المجتمع فيصبح لزاما علينا اننا نطرح مجموعة اسئلة. هل القانون المصري بيدعم الزواج الشرعي ولا بيحاربه؟ ده رقم واحد. طيب لما هنقول ان هو لا بيحارب الزواج، النهارده الواحد بيتجوز بيبقى على كف رحمن ومعرض انه يبقى مطارد ويبقى موقوفه خدماته وملاحق قضائيا بقضايا ملهاش اول من اخر، وهو كل اللي احنا دلوقتي بقينا عايشينه وعارفينه. طيب هل الزواج ربنا حرمه؟ هل الزواج الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عنه؟ دي حاجه. طيب القانون لما بيكون بيحرض على الطلاق بهذا الفجر، السادة العلماء الأفاضل بتوعنا وسيدات الشاشات مدعيات المكتسبات، أنا على ما أعتقد إن في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من خبب امرأة على زوجها. يا ريت مشايخ النواشز والمطلقات في داعي أكمل يفتونا الحديث ده صح ولا غلط، وحكم الشرع في القانون ده ايه. طيب هل النهارده قطع الأرحام ده أمر به الإسلام ولا نهى عنه؟ طيب هل بر الوالدين أمر به الإسلام ولا نهى عنه؟ طيب هل ربنا سبحانه وتعالى لما أمرنا في كتابه الكريم قال لنا: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما؟ هل الابن او الابنه اما يجي النهارده في المحكمه ويقول لاحد والديه سواء الاب او الام: لا انا مش عايز اعيش معاك ومش عايز اشوفك، هل دي في الميزان عند المولى تبارك وتعالى اخف من اف ولا اتقل؟ مجموعه اسئله محتاجين علماء موديل 23 و22، علماء المكتسبات، علماء النواشد، يدولنا بس أدلة شرعية عليها عشان خاطر نعرف نعيش. احنا الناس اللي من سن انا داخل في 60 سنة اهو الحمد لله، عمري كله قدامي لسه عشان اتفرج على الانجازات بتاعت مصر، بالذات في ملف المجتمع والاحوال الشخصية والفشل الذريع منقطع النظير، لحد ما نشوف اخرتها ايه. انا عن نفسي انا عارف اخرتها، يعني
انا راجل مؤمن بالله سبحانه وتعالى، وعارف ان ربنا سبحانه وتعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ف دولة الظلم ساعة، ودولة العدل حتى قيام الساعة. والزلازل والبراكين ما هيش بعيدة عن مصر، وما نضمنش الأرض هتبتلع مين وهتبكي على مين، ده كله بقدر الله تبارك وتعالى. أعتى دول العالم مش هتقدر تقف قدام الزلازل بتاعت المولى تبارك وتعالى. فأتمنى يعني مشايخنا وإعلاميين النواشز وجمعيات النواشز، ومش عايز أكمل اللي بعد النواشز لأن ريحتكم خلاص طلعت، الريحة طلعت قوي، ولا انتوا لسه مش شامين الريحة؟ خلاص المجتمع قرف، صح؟ فنتمنى نلاقي عندكم إجابات بنص الآية والحديث للفجر والفحش اللي انتوا بتعملوه في المجتمع المصري، واللي هو أساس البلطجة وتجارة المخدرات والإرهاب اللي مصر هتبقى فيه. اوعى تفتكر النهارده ان العيل اللي طالع ملوش اب او محروم من ابوه او ملقاش قدوته ابوه هيبقى عنده انتماء لمجتمعه ولا البلد. اوعى تفتكر ان الغلا والكوى اللي في البلد ده جاي من الحكومه، ده غضب ربنا سبحانه وتعالى على المجتمع اللي بقى ابعد ما يكون عن كتاب الله وسنه المصطفى صلى الله عليه وسلم. احليته كل ما هو حرام وحرمته كل ما هو حلال. يا ريت يعني تقولوا لنا تعداد المجتمع المصري بالنسبه للاعمار بتاعه سن الزواج من 15 ل 30 سنه، نسبه البنات للشباب قد ايه؟ مين اللي فيه ندره؟ الشباب اكتر ولا البنات؟ طب اللي بنرفع سعره اللي فيه ندره فيه، ولا اللي ربنا سبحانه وتعالى عالم بان هيجي حسالة رويبده زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم يفتوا بغير كتاب الله تبارك وتعالى، فخلى عدد البنات اضعاف الشباب. انا مش عايز الجروبات بتاعتنا بتاعت تمرد ضد قانون الخراب هم اللي يردوا على الاسئله. انا عايز الفلاسفه بتوع النواشز ونشر العهر والزنا في المجتمع المصري والعلاقات غير الشرعيه والبلطجه يردوا لنا على الاسئله دي لو سمحتوا. ولو لقيتوا انكم على حق اطلعوا قولوا لنا بالايه وبالحديث احنا على حق عشان الايات دي والاحاديث دي. وانا من دلوقتي عارف انكم لا هتردوا ولا هتقولوا حاجه عشان الدولارات اللي بعتوا اخرتكم بيها. حسبنا الله ونعم الوكيل.